يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم اللي احنا عايشين فيه زوايا ضلمة وتفاصيل بتكسر كل المنطق اللي بنعرفه. اللي هتشوفه النهاردة مش مجرد فيديوهات، دي حقائق مرعبة اتصورت في صمت. بتبدأ من طقوس علاج في كازاخستان بتعتمد على الألم والخطر، وبنروح لمزارع في الصين مخبية ورا أسوارها حياة وتجارة ما بيشوفهاش غير اللي عاشها، وبنختم في الهند بقوة بشرية وحوادث بتثبت إن في طاقة وعين ممكن تقلب الموازين في ثانية واحدة. مفيش تمثيل ولا خدعة، دي لقطات حقيقية هتحبس أنفاسك من أول فيديو. ركز في كل تفصيلة لأن اللي جاي ملوش تفسير، ويلا بينا. تعال بقى ننط على كازاخستان وأوريك شد الرقبة اللي بيروق عليك. مش عايزك تستغرب من اللي انت شايفه، ده نوع من أنواع العلاج المنتشر في العالم كله. بيشدوا رقبتك بالطريقة دي، وبيقولوا إن العلاج ده بيساعد فقرات الرقبة إنها تفك خالص. وخد بقى المعلومة التقيلة دي، اللي انت شايفه ده بيسموه علاج الجاذبية أو شد الفقرات اليدوي، وفي كازاخستان وروسيا بيعتبروه فن وعلم وليه ناس دارسة. الفكرة كلها إنهم بيحاولوا يخلقوا مسافات بين فقرات الظهر والرقبة عشان يقللوا الضغط على الأعصاب ويرجعوا الديسك لمكانه. بس طبعا الحركة دي لو اتعملت من حد مش محترف أو غشيم ممكن تقلب بشلل في ثواني. سيبك من كازاخستان وتعالى شوف البنات في الهند بيعملوا إيه. تعال بقى أوريك أغرب بنت في الهند. ومعنى كلمة بنت يعني أنوثة، لكن البنت دي غيرت كل التوقعات. عملت تحدي خلت العالم كله بيتكلم عنها. بتشيل موتوسيكلات زي ما انت شايف، والأغرب إنها بتطلع تحطه فوق أتوبيس، وكمان بتشيل الطوب زيها زي أي عامل. والبنت دي مش بتعمل كده استعراض، دي مهنة حقيقية لنقل البضائع في الهند. السر كله في توازن الأحمال وتوزيع الوزن على فقرات الرقبة والظهر، لدرجة إنها بتشيل 150 كيلو جرام وتطلع بيهم سلالم. سيبك من قوة الهند وتعالى شوف بهلوان الكاس في الصين. تعال بقى أوريك بهلوان الكاس في الصين، ولو فاكر إنها مجرد لعبة شارع تبقى غلطان. دي عروسة بتمثل ثقافة وتقاليد صينية ليها تاريخ قديم جدا، والعرض ده مش مجرد رقصة، ده فن صيني قديم من أيام سلالة تانج واسمه تشاينيز تامبلر دانس. البنت اللي انت شايفها دي بتكون متثبتة في قاعدة كروية تقيلة جدا من تحت، بتشتغل بنظرية اللعبة التي لا تسقط. الموضوع بيبان سهل، بس الحقيقة إنه محتاج قوة مرعبة في عضلات البطن والرجلين عشان تقدر تتميل بالانسيابية دي وتتحكم في وزن القاعدة وهي بتسلم على الناس. سيبك من قوة الهند وتعال نشوف أغرب مزارع في الصين. تعال بقى أوريك أغرب المزارع في الصين واللي بيربوا فيها حيوان المنك. المنك ده يا سيدي حيوان شبه ابن عرس اللي عندنا في مصر، بس في الصين الموضوع تجارة بمليارات. والصدمة الحقيقية بقى إن الصين هي المنتج الأول لفرو المنك في العالم، والجاكيت الواحد من الفرو ده ممكن يحتاج لقتل أكتر من 50 حيوان منك عشان يتصنع. وعشان كده في دول كتير منعت المزارع دي بسبب قسوتها، لكن في الصين الموضوع لسه شغال ومربح جدا لدرجة إنهم بيصنفوه كذهب ناعم. سيبك من مزارع الصين وتعال شوف رعب العين والحسد. تعال بقى أوريك أغرب الحوادث اللي ممكن تحصل لأي إنسان وهو محسود. مش عايزك تستغرب، هي ملهاش حل غير كده. الإنسان لما بيكون واخد عين، العين بتفلق الحجر. تخيل عربية زيرو راكبة فوق الونش وتطير تدخل في اليافطة. وفي دراسات بتقول إن طاقة الحسد الخبيث ممكن تدمر الأجهزة والميكانيكا فعليا. وزي ما اتقال، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وده اللي بيخلي تصوير اللحظات دي قدام الكاميرا مرعب ومحير للعقل. سيبك من رعب الحسد وشوف جبروت مناشير الخرسانة والحديد. تعال بقى أوريك الوحش اللي وفر وقت ومجهود سنين في مجال المعمار. المنشار اللي انت شايفه ده اسمه وول سا، وده قناص الخرسانة المسلحة. بينزل على قضبان حديد ويقطع الحيطة زي المسطرة بالظبط من غير لا شاكوش ولا دوشة. التكنولوجيا دي خلت المستحيل ممكن، والسر كله في سلاح الألماس دايموند بليد اللي بيقدر يقطع أقوى أنواع الخرسانة والحديد المسلح بدقة متناهية وبدون أي اهتزاز للمبنى، وده اللي بيخليه الاختيار الأول في ترميم الكباري وناطحات السحاب. وفي الآخر يا سيدي الدنيا لسه مليانة أسرار وعجايب أغرب من الخيال. لو عجبك الفيديو قولي في التعليقات إيه أكتر حاجة صدمتك، وما تنساش الفولو واللايك المتين عشان اللي جاي أغرب بكتير. وقبل ما تمشي، كل سنة وانت طيب وبألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وأشوفكم على خير، سلام.